يا أهلا وسهلا بيكم معانا في سلسلة حلقات مشاريع مكتب سكتش للعمارة والديكور في الغردقة. والنهاردة معانا واحدة من الصيدليات اللي احنا قمنا بتصميمها بناء على اشتراطات هيئة الدواء. وطبعا المرة دي كان في تعديل معماري وإضافة أجزاء من العقار لمساحة الصيدلية. طلبات العميل هو توسيع الصيدلية طبعا، والالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير الخاصة بهيئة الدواء الخاصة بالتصميم المعماري، الحفاظ على الدور الميزانين ودمجه في التوظيف أو التوزيع الوظيفي للمشروع، وتوفير مكاتب إدارية منفصلة للإدارة والحسابات لضمان الخصوصية وكفاءة العمل، تصميم حلول لتخزين ذكية ضمن استغلال المساحة، وتحقيق أقصى استفادة من جميع الفراغات. دي كانت صور المعاينة الأولى للصيدلية. ووجدنا دور ميزانين معمول كده ب كونستراكشن، عبارة عن حديد، يعني حدادة للسقف والهاندريل والسلم كمان. ده السلم ما كانش مرتاح خالص في التصميم، فقررنا ان احنا نعدله. ودي واحنا بناخد المقاسات بتاعتنا اهو زي ما انتم شايفين، انا ومهندسة مريم عبد الملاك. ده المساحة بتاعتنا اللي موجود فيها الصيدلية الحالية، هو الجزء ده. اوكي، وكان مطلوب ضم المكان ده كله للمساحة، وبدأنا بالتفكير. وطبعا كان مقترح ان احنا كمان ناخد جزء من المحل ده، يعني ده محل 2 3 4. كان مطلوب ضم المحلين اللي هما رقم 2 و3 على بعض. وبالفعل عملنا كده، ده محل 2 وده محل رقم 3، وخلقنا 3 محلات تانيين. وكان في بروبوزل كمان ان احنا نلغي الميزانين. احنا الميزانين اتعاملنا مع السلم بتاعه زي ما هنشوف في التصميمات. ده باب الصيدلية الجديد بعد ما قفلنا الباب اللي كان موجود هنا، واقترحنا ان يكون هنا ده الكاونتر فاصل بين منطقة الدواء ووحدة الأدراج، اللي هي بتكون عبارة عن أدراج بتطلع كده فيها تخزين الدواء، عن منطقة الكوزماتكس. كل ديت عرض للكوزماتكس. وعملنا هنا مدخل بباب كده علشان خصوصية، والسلم بيطلع على مكتب في الدور بتاع الميزانين. هنا في قاعدة بسيطة لو حد حابب يقيس ضغط أو حاجة زي كده. وهنا في حمامين وغرفة ومعمل غرفة للحقن والحاجات دي كلها. ده كده الدور الميزانين. اقترحنا ان هو يتقفل بسيكوريت ويبقى مكتب. وده الديزاين بتاع الكاونتر بتاعنا بتاع الاستقبال والقعدة. دي السكاشن اللي موجودة عندنا، ودي وحدة الأدراج اللي بتخزن معانا كمية مهولة من الدواء. دي العرض بتاع الكوزماتكس إذا كان قسم الهير أو السكن أو البيبيز. وده كده ال 3D بتاعنا بتاع الواجهة بتاعة الصيدلية. ده المدخل اهو. في الوش على طول بنلاقي الكاونتر والمكتب في الدور اللي فوق اهو. الكاونتر مساحته اهي، وده الباب. وهنا موجود مكتب، وده العرض بتاع الكوزماتكس والدواء في الأدراج اهو. العرض بتاعنا بتاع الكوزماتكس، والكاونتر فاصل ما بين الدواء والكوزماتكس. ده الباب الفلوتنج او المفصلي اللي موجود، بيدخلنا على الكاونتر زي ما العميل حابب ان هو يبقى جرار تمام، حابب ان هو يبقى مفصلي صغير كده علشان يقفل على الدكاترة من العملاء. دي التخزين بتاع الدواء، وده الباب اللي بيدخلنا على منطقة الحمام والغرف والإدارة.
بشكركم للمتابعة. كانت معاكم مهندسة معمارية مريم نشأت عدلي.